السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول تعليق من أشرف حكيمي يصدم فيها الجمهور بعد الهزيمة من منتخب فرنسا وإقصائه من كأس العالم. انظر ماذا قال: ولكن قبل أن نبدأ صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم واعمل لايك للفيديو. بعد فوز منتخب فرنسا الغير مستحق على المنتخب المغربي والتأهل إلى المباراة النهائية لكأس العالم 2022 وقد حقق المنتخب المغربي إنجازا كبيرا في صعود إلى دور نصف نهائي بعد الفوز على أسبانيا، ولم يثبت لأي منتخب أمريكي أو عربي الوصول إلى المربع الذهبي لكأس العالم. وصرح أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي: هذا اليوم من أحزن الأيام التي عشتها في حياتي، أنا حزين جدا بعد إقصائنا من كأس العالم. كنا نريد إلى الذهاب للمباراة النهائية لأن هذه البطولة كانت قريبة جدا للمنتخب المغربي. احنا قدمنا مباريات قوية جدا، فزنا على بلجيكا وكندا وعلى اسبانيا وكمان فزنا على البرتغال. نحن منتخب قوي وكان لنا طموحات وكنا نريد أن نلعب في المباراة النهائية أمام الأرجنتين. لقد قاتلنا حتى النهاية وخرجنا برأس مرفوع. سنستمر في العمل ونبذل كل ما في جهدنا من أجل هذا الوطن. ووجه لاعب منتخب المغرب أشرف حكيمي رسالة إلى الجماهير المغربية بعد الخسارة من فرنسا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022: لم ندخر جهودنا من أجل تحقيق حلم هذا الفريق وحلم المغاربة وكل من ساندنا. الحلم انتهى في دور نصف النهائي، لكن لا يمكن إلا أن نكون فخورين بما حققناه في هذا المونديال. وكان قد تأهل المنتخب الفرنسي إلى المباراة النهائية ليواجه نظيره الأرجنتيني بعدما فاز على المنتخب المغربي بهدفين مقابل لا شيء خلال المباراة. ومن جهة أخرى وجه النجم الفرنسي كيليان امبابي رسالة مواساة إلى صديقه في باريس سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي بعد خروج أسود الأطلس على يد الديوك من الدور نصف النهائي في مونديال قطر 2022. يشارك امبابي عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعه بحكيمي بعد نهاية اللقاء لحظة حديثهما مع بعضهما، وتبادل القمصان معلقا عليها: لا تحزن يا أخي، الجميع فخور بما فعلته، أنت صنعت التاريخ يا أشرف.